أبطالي أبطال ثانوية عامة، النهاردة هنتكلم عن درس اسمه Future Forms اللي هي أشكال المستقبل أو أزمنة المستقبل. وطبعا الدرس ده شباب متكرر عندنا في أولى وتانية وتالتة ثانوي، ده نظرا لأهميته طبعا. فتعال نشوف احنا بنعبر عن المستقبل بكام زمن، وهي ايه أزمنة المستقبل الموجودة عندنا في المنهج بتاعنا. أول زمن موجود عندنا يا شباب هنسميه The Present Simple Tense اللي هو زمن المضارع البسيط. زي ما انت شايف معانا كده The Present Simple Tense اللي هو زمن المضارع البسيط، الفعل له صورتين، يا اما الفعل في المصدر يا اما الفعل في اس اللي هو كان عباره عن التصريف الاول من الفعل. تاني زمن عندنا النهارده يا حبايبي اسمه The Present Continuous Tense اللي هو زمن المضارع المستمر، بيتكون من am و is و are والفيرب بلس الاي ان جي. طيب ثالث طريقه يا حبايبي اللي هو المستقبل القريب اللي هي صيغه going to. بس اوعى تنسى كده ان كلمه going to لازم يجي قبلها am و is وايه و are، وجوينج تو هنا في الجمله معناها سوف. رابع زمن بنستخدمه النهارده اللي هو الفيوتشر سيمبل اللي هو استخدام كلمه will او كلمه shall، will او shall، والاثنين طبعا بيجوا وراهم الفعل في المصدر. وطبعا مش ناس كتير بتبقى فاكره كلمه shall، لان كلمه shall مش بتستخدم غير مع اي وي، فاستخدامها مش كتير. نيجي لخامس صيغه او خامس زمن معانا النهارده اسمه the future continuous tense اللي هو زمن المستقبل المستمر، بيتكون من will او may، ممكن تبقى will هنا يا شباب او may، ونحط بيه بلس الفيرب بلس الاي ان جي. وعندي سادس زمن اسمه the future perfect simple اللي هو زمن المستقبل التام، بيتكون من will بلس have بلس التصريف الثالث. ولو طبعا جاي في صيغه المجهول الجمله بتاعتنا هتبدا بالاوبجكت، هيبقى عباره عن will have been بلس الباست participle. دي أزمنة المستقبل أو الست أزمنة في الإنجليزي اللي إحنا بنستخدمهم للتعبير عن المستقبل. وطبعا هم بيلخبطوا، ليه بيلخبطوا يا شباب؟ لأن واحد يقول لي يا مستر هو إزاي مضارع بسيط ومضارع مستمر ومن أزمنة المستقبل؟ أنا دلوقتي جاي أعلمك وأوضح لك إزاي بتختار المضارع البسيط وتهمل الخمس أزمنة التانيين، وإمتى تختار المضارع المستمر وتهمل الخمسة التانيين، ونعرف الفروق البسيطة ما بينهم. تعالى يا بطل نبدأ بزمن المضارع البسيط اللي احنا سميناه the present simple tense اللي هو أول واحد عندنا. المضارع البسيط ده بقى الزمن اللي اتربى معاك من وانت لسه عيل صغير، اللي انت اخدته من اول ما دخلت المدرسة، من اول ما دخلت كيجي كده، والمضارع البسيط ده متربي معاك بينك وبينه عشرة عمر، وللأسف انتوا بتتلخبطوا فيه. تعال نشوف المضارع البسيط الفعل له كام صورة. احنا قلنا المضارع البسيط الفعل فيه له صورتين، يا اما الفعل في المصدر، الفعل مصدر يا حبايبي يعني الفعل سادة خالص بدون اي اضافات، يا اما الفعل بنحط له اس او اي اس او اي اي اس. طب هي الفكره كلها بقى انا امتى بحط مصدر وامتى بحط الاس؟ تعال اقول لك يا بطل، احنا بنختار المصدر لو فاعل الجمله كان اي وي يو ذي. امتى بنحط الفعل باس او اي اس او اي اي اس؟ لو الفاعل بتاع الجمله دي كان هي شي ات. تعال نكتبها بقى كده ونشوف. يبقى احنا هنتكلم دلوقتي على زمن المضارع البسيط اللي هو رقم واحد عندنا. قلنا يا شباب ان الفعل له صورتين، قلنا مع اي وي يو they، قلناها من شويه. وطبعا اي اسم جمع هنعمل ايه يا شباب؟ هنحط الفعل بدون اضافات. يعني الفعل بدون اضافات الانفينيتيف يا شباب معناها المصدر، الفعل بدون اي اضافات. زي ايه؟ وليكن مثلا الفعل يغادر، يغادر بالانجليزي اسمها leave. الفعل يبدا، يبدا يعني ايه يا شباب؟ start او begin. عنده تقلع للطائره اسمها take وهنحط لها off. وعندي يفتح، يفتح معناها open، وهكذا. يبقى ده شكل الفعل مع I we you they. قلنا بنحط الفعل مصدر يا شباب يعني الفعل بدون أي إضافات. أمال الفعل بتاع الجملة بتاعتي يا حبايبي لو كان عبارة عن he she it وأي اسم مفرد، تعال أقول هنحط هنا يا إما الفعل بإس أو إي إس أو أي إي إس اللي أنت كنت بتاخدها في ابتدائي. يعني الفعل ليف هنا يا شباب مش هيبقى ليف بقى، هيبقى اسمه ليفز. والفعل ستارت هنا يا شباب هيبقى اسمه ستارتس. والفعل تيك اوف هيبقى اسمه تيكس اوف. والفعل اوبن هيبقى اسمه اوبنز. يبقى احنا كده ان الفعل عرفنا ان الفعل في زمن المضارع البسيط له صورتين، يا اما الفعل في المصدر يا اما الفعل باس او اي اس او اي اي اس. طيب امتى بختار يا حبايبي الفعل في المصدر؟ زي ما انا كاتب لك كده مع اي وي يو ذي
هنحط الفعل بدون اضافات، مصدر اهو. اما مع هي شي ات واي اسم مفرد هنحط الفعل بايه؟ باس. تعال نقولها تاني علشان ما تنساهاش، لان معظم الطلبه للاسف بتغلط، مش بتبقى عارفه امتى تختار ستارت وامتى ستارتس، امتى ليف وامتى ليفز. هقولها لك بطريقه سهله، هنقولها كده يا شباب مع بعض. مع اي وي يو زي بنحط الفعل بدون اضافات. تاني قول معايا، قول معايا، سيب السندوتش اللي في ايدك وقول معايا. مع اي وي يو زي بنحط الفعل بدون اضافات. مع هي وشي وات بنحط الفعل باس. تاني اي وي يو ذي بنحط الفعل بدون اضافات. مع هي وشي وات بنحط الفعل باس. اوعى تنسى الزمن ده اللي بينك وبين عشرة عمر من وانت لسه عيل صغير. ذا بريزنت سمبل تنس اللي هو التصريف الاول من الفعل. التصريف الاول من الفعل. تاني يا حبايبي، قلنا مع اي وي يو ذي بنحط الفعل بدون اضافات. مع هي وشي وات بنحط الفعل باس. عرفناها خلاص، حفظتها حفظتها، لو قلتها ورايا مره في الثانيه خلاص حفظت. وخليك فاكر ان المفرد بيحب الاس. المفرد بيحب الاس. يعني عندي احمد، اقول احمد بلاي ولا بلايز؟ هتقول لي المفرد بيحب الاس تبقى بلايز. اوعى تنساها بقى. امتى بقى يا بطل المضارع البسيط ده اللي هو التصريف الاول من الفعل يبقى من ازمنه المستقبل ويجي معاه كلمه زي كلمه تومورو وكلمه زي كلمه نيكست؟ هقول لك انا الشرط يا شباب، هقول لكم الشرط يا شباب. الشرط الاولاني لازم يكون، هنقول فاعل غير عاقل. هتلاقي فاعل الجمله غير عاقل. طب ايه كمان؟ فاعل الجمله ده يا حبايبي لازم يكون بيتحرك وفقا لجدول معين. هنقولها تاني اهو. يتحرك وفقا لجدول مواعيد. يبقى دول الشرطين يا حبايبي، لازم يكون فاعل الجمله غير عاقل. تاني شرط لازم يكون بيتحرك وفقا لجدول مواعيد. زي مواعيد ايه يا شباب؟ مواعيد المواصلات. حط بقى مواعيد المواصلات دي اتوبيس، حط معاها طياره، حط معاها قطر، زي ما انت عايز تقول قول. مواعيد العمل زي البوست اوفيس مثلا، مكتب البريد. زي البنوك، زي اللايبراريز، المكتبات العامه. برضو دي اسمها مواعيد عمل، لان الموظفين هنا لهم مواعيد حضور ومواعيد ايه يا شباب؟ انصراف. يبقى لو الجملة بتعبر عن جدول مواعيد، لو فاعل الجملة غير عاقل، فاعل الجملة غير عاقل، ده أول شرط. فاعل غير عاقل بيتحرك وفقا لجدول مواعيد. حضرتك هتروح تختار حاجة من اتنين، يا إما الفعل في المصدر يا إما الفعل بإس. وقلنا إمتى بختار المصدر وإمتى بختار الإس. يبقى الإس للمفرد والمصدر ده للإيه يا شباب؟ للجمع. طيب إيه تاني؟ عندك مواعيد البرامج، مواعيد الدروس، مواعيد الامتحانات، مواعيد مباراة كرة القدم، مواعيد الأفلام، مواعيد السينما، مواعيد المسرح. كل دي بتندرج تحت المضارع البسيط. يبقى ومواعيد الحصص، جدول المدرسة. حضرتك عارف إن الحصة الأولى عندك بتبدأ الساعة مثلا 8، وعارف إن البريك عندك مثلا إنه الساعة 10 ونص. يبقى دي كلها يا شباب بنسميها جدول مواعيد. يبقى أنا هختار المضارع البسيط اللي هو رقم واحد للتعبير عن المستقبل أهو، لو فعل الجملة غير عاقل واتحرك وفقا لجدول مواعيد. قلنا زي مواعيد المواصلات، مواعيد العمل، مواعيد السينما والمسرح والمباريات والحاجات دي. تعال نشوف كده. لو جيت قلت لك والجملة بتقول the plane. the plane يا حبايبي معناها الطائرة. عايز أقول الطائرة تقلع. تقلع يعني تيك اوف، بس الطيارة دي مفرد، واحنا قلنا المفرد بيحب الايه يا شباب؟ المفرد بيحب الاس. يبقى ما ينفعش اقول تيك، لازم اقولها تيكس اوف اهو. the plane takes off. وهنكمل باقي الجملة. قمت قايل لك at 6 a.m. tomorrow. يا مستر ده في كلمة tomorrow، ازاي هروح للمضارع البسيط؟ ما احنا قلنا لو فاعل الجملة غير عاقل، فاعل الجملة غير عاقل بيتحرك وفقا لجدول مواعيد. هو فين يا باشا الفاعل اهو؟ ادى الفاعل اهو اللي هي كلمة ذا بلين. مالها ذا بلين؟ ده فاعل غير عاقل. ايه كمان؟ بتتحرك وفقا لجدول مواعيد. تعال نشوف الجملة اللي بعدها. لو الجملة اللي بعدها بدأناها بكلمة ذا ترين. ترين يعني يا شباب؟ القطار. القطار ده مفرد، واحنا قلنا المفرد بيحب الايه؟ المفرد بيحب الاس. ما ينفعش اقول ليف، هقول ذا ترين ليفز. حطيت له اس المفرد اهي، اوعى تنساها. ذا ترين ليفز. قمت قايل لك at 9 tonight. القطار بتاعي هيتحرك الساعة 9 الليلة دي.
يبقى ده المضارع البسيط. قلنا اول شرط يا حبايبي لازم يكون فاعل الجمله زي ما انت شايف غير عاقل بيتحرك وفقا لجدول مواعيد. جت الجمله هنا بتاعتك بدات بكلمه ذا فيلم، ذا بروجرام، كل دي مواعيد ثابته. لو جيت قلت لك مثلا المسلسل الفلاني، البرنامج الفلاني، الماتش ما بين الاهلي والزمالك هيبدا الساعه كذا، كل ده بيتحرك وفقا لجدول مواعيد. يبقى احنا هنختار المضارع البسيط. قلنا لو فعل الجمله غير عاقل بيتحرك وفقا لجدول مواعيد. سهله بقى يا شباب، عرفنا مواعيد العمل والمواصلات والدروس والبرامج والامتحانات حفظناها. طب ايه التركه بقى اللي موجوده في زمن المضارع البسيط؟ شرحناها قبل كده في المضارع التام لو تفتكر في فيديوهات سابقه. التركه اللي موجوده هي قاعده جميع الروابط الزمنيه. ايه يا مستر قاعده جميع الروابط الزمنيه دي؟ ايه الروابط الزمنيه اللي انت خدتها طول حياتك؟ اللي هي ايه؟ اللي هي عندي مثلا after، وعندنا as، soon as، وعندنا when، عندنا before، عندنا once، immediately، until. مالها الروابط الزمنيه دي يا حبايبي؟ دي اسمها قاعده جميع الروابط الزمنيه. اوعى تنساها، شرحناها قبل كده. الروابط الزمنيه دي كلها يا شباب هيجي وراها مضارع بسيط اهو اللي احنا بنتكلم عنه، هيجي وراها مضارع بسيط اللي هو اما الفعل في المصدر اما الفعل باس. وممكن يجي وراها لو ما لقيناش المضارع البسيط هنروح للمضارع التام. ايه هو المضارع التام يا حبايبي؟ بيتكون من هاف وهاز والتصريف الثالث. المفروض ان انت فاكره طبعا، هاف وهاز وتصريف ثالث. اما المضارع البسيط لسه شارحينه يا مصدر يا باس. مضارع تام قلنا هاف وهاز زائد التصريف الثالث. بس الشرط يا حبايبي ان الجمله الثانيه يكون زمانها مستقبل. الجمله الثانيه يكون زمانها مستقبل. تعال نشوف كده. هنقول أول حاجة هنحط الفاعل، وبعد الفاعل هنحط مستقبل، سواء بقى كان مستقبل بسيط أو مستقبل تام، مستقبل مستمر، على حسب معنى الجملة. بس خد بالك إن الجملة لازم تبدأ بفاعل. ليه يا مستر بتأكد على المعلومة دي؟ هقول لك يا بطل. تعالى بص السهم التاني ده رايح فين. هنا يا شباب لو جيت قلت لك بدون فاعل، اوعى تروح لاي زمن مستقبل. بدون فاعل يعني لقيت بعد الكوما، لقيت بعد الكوما نقط، لقيت بعد الكوما نقط، مفيش فاعل، مفيش جمله كامله. فحضرتك هتروح لحاجه تانية اسمها صيغه الامر. صيغه الامر. طب ايه يا شباب صيغه الامر دي؟ افكرك انا. صيغه الامر ده الجمله الوحيده في الانجليزي اللي بتبدا بالفعل في المصدر او دونت والمصدر. اللي فوق ده اسمه امر مثبت واللي تحت ده اسمه امر ايه؟ منفي. لان الفاعل ضمير مستتر تقديره يو. فخد بالك بس بالله عليك من التركه دي عشان كلكم بتغلطوا فيها. مش كل يا شباب رابط زمن يجي وراه مضارع بسيط او تام الناحيه الثانيه بالضرب يبقى مستقبل. لا مش لازم. المستقبل ده لازم يكون معاه فاعل. اما صيغه الامر يا حبايبي قلنا بتيجي بدون فاعل. تعال ناكد عليها باكزامبل بسيط كده علشان ما تتوهش. تعال نشوف. هناخد جمله زي دي وقمت قايل لك افتر. خلينا نكتب من هنا افتر علي. بعد ما علي وقمت مديك في الاختيارات كلمة فينش، وقمت قايل لك had finished، واخدت has finished his work. بص بقى بعد الكوما، بعد الكوما اديتك هي اهو. يبقى الجملة دي فيها ايه يا شباب؟ الجملة دي فيها فاعل. طالما فيها فاعل يبقى الناحية الثانية اختار مستقبل. قمت قايل لك he will watch TV. بعد ما يخلص شغله هيتفرج على التلفزيون. فلازم تاخد بالك ان الجمله الثانيه فيها فاعل، فعلشان كده احنا اخدنا مستقبل. تمام. هنيجي نبص هنا يا شباب. واحد يقول له يا مستر القاعده كانت بتقول افتر بوت هاد، بعد افتر حط هاد. ايوه معاك حق، بس هنا يا حبايبي لازم يكون زمن الجمله الثانيه ماضي بسيط. اما زمن الجمله الثانيه عندي مستقبل، مستحيل ماضي يجي مع مستقبل. فكده يا حبايبي هنستبعد had finished. طب يا مستر ما هي finish دي مضارع بسيط، ما انت قلت لي مصدر يبقى اس، وهاز finished دي برضه مضارع تام اللي هو قلنا بيتكون من have وهاز والتصريف التالي. بس انت نسيت يا بطل الجمله اللي انا قلتها لك في الاول ان المفرد بيحب الاس. كنت بقول لك مع اي وي يو ذي بنحط الفعل بدون اضافات،
مع هي وشي وات بنحط الفعل باس. علي ده يا حبايبي مش عايز فينش، علي عايزها فينيشز، فمعنى كده ان الجمله دي كده ايه؟ غلط. هنروح لكلمه هاز فينيشد، هي دي الاجابه الصح، لان قلنا ان المفرد بيحب الاس، وهاز هنا فيها الايه يا شباب؟ فيها الاس اللي احنا عاوزينها. ادي يا شباب اول تركه موجوده عندنا في قاعده جميع الروابط الزمنيه. طب يا مستر انت قلت لي في حاجه اسمها صيغه الامر. صيغه الامر، تعال بص كده، لو جيت قلت لك when you have a problem، لما معليك يبقى عندك مشكله، قمت مديك الناحيه الثانيه سبيس، قلت لك me at once. تعال بص على الجمله الثانيه، بعد الكوما مفيش فاعل. الجمله هنا يا حبايبي بدون فاعل، اوعى تنساها. بدون فاعل يا مستر يبقى انا رايح لصيغه الامر. فهنا هقول لك في الاختيارات هي كول ولا ويل كول. طبعا انت كده بقيت عارف الاجابه. هتقول لي يا مستر طالما الجمله الثانيه اللي بعد الكوما ما فيش فيها فاعل، فانا هروح لصيغه الامر اللي هي عباره عن فعل في المصدر او دونت والايه؟ او دونت والمصدر. ده بالنسبه للتركه اللي موجوده في قاعده الروابط الزمنيه. عندي يا حبايبي نقطه اخيره وهي قاعده until. مالها until يا شباب؟ until بمعنى حتى، ايكوال كلمه ثانيه اسمها till، ادي حتى. مالها يا حبايبي until بقى؟ until بيجي قبلها مستقبل منفي غالبا، طبعا مستقبل منفي غالبا. واحنا قلنا يا حبايبي احنا لسه في قاعده جميع الروابط الزمنيه. جميع الروابط الزمنيه ياتي بعدها اما مضارع بسيط او مضارع تام. يبقى الناحيه الثانيه دي يا حبايبي هتبقى حاجه من اتنين، يا اما مضارع بسيط يا اما مضارع تام. قلنا المضارع البسيط يا حبايبي يا اما مصدر يا باس، قلنا المضارع التام يا اما هاف يا اما هاز زائد التصريف الثالث. ادي قاعده until. لو جيت قلت لك حمزه، وقوم جاي على جمله حمزه دي هنفيها يا شباب، لان احنا قلنا ان until عايزه قبلها مستقبل منفي. قمت قايل لك حمزه won't go home. حمزه لن، won't هنا بمعنى لن يا شباب، won't دي بمعنى لن. حمزه لن يعود للمنزل، قمت لك until he finishes his work. إلا لما يخلص شغله. أنا قلت finishes وكتبت finished. until he finishes. تعال بص كده، وممكن أشيل finishes وأحط مكانها has finished. يبقى دي قاعدة until يا حبايبي بيجي قبلها مستقبل منفي، بعدها مضارع بسيط أو مضارع تام. يبقى احنا كده خلصنا رقم واحد اللي هو زمن المضارع البسيط. اوعى تنسى مع I we you they بنحط الفعل بدون إضافات، مع he وشي وإت بنحط الفعل بإس. وهنختصر فرح العمدة اللي احنا كتبناه ده كله بقى في المضارع البسيط. اوعى تنسى نكتبها في جنب هنا ان المضارع البسيط يستخدم للتعبير عن المستقبل في حالة وجود تايم تيبل. تايم تيبل يا حبايبي معناها جدول مواعيد. يبقى احنا هنختصر الفرح ده كله في كلمة واحدة اسمها تايم تيبل، اللي هي كلمة جدول مواعيد. وخليك فاكر يا بطل، اوعى تنسى كده ان هنا الفاعل لازم يكون غير عاقل بيتحرك وفقا لجدول مواعيد، زي مواعيد المواصلات والسينما والمسرح. هسيب حضرتك تاخد سكرين وبعد كده نمسح البورد ونكمل على تاني زمن عندنا اللي هو زمن المضارع المستمر. يلا يا بطل بسرعة علشان نلحق نخلص الدرس. ورجعنا تاني يا شباب عشان نتكلم عن تاني زمن من أزمنة المستقبل اللي هو اسمه the present continuous tense. احنا خلاص خلصنا الزمن الأولاني اللي هو the present simple tense اللي هو المضارع البسيط. دلوقتي هنتكلم عن زمن المضارع المستمر اللي هو اسمه the present continuous tense. لازم نعرف بيتكون من ايه يا حبايبي؟ بيتكون من am و is و are والفعل فيه ing. اوعى تنسى لازم يجي قبله am او is او are والفيرب فيه ing. ده برضه يا حبايبي زمن من ضمن الازمنه اللي احنا اتربينا عليها. هو قدك في السن من يوم ما انت وعيت على الدنيا وانت بتدرسه. فالمضارع المستمر زي المضارع البسيط برضه اخذناه في مراحل متقدمه جدا زمان زمان. فتعال نشوف استخدام المضارع المستمر النهارده للتعبير عن المستقبل. احنا قلنا المضارع المستمر بيتكون من ام واز وار والفعل فيه اي ان جي. المضارع المستمر ده يا حبايبي له استخدامين عندنا. اول حاجه طبعا له استخدامات كتير بس احنا بنتكلم على المتاح بالنسبه لنا دلوقتي.
المضارع المستمر بيعبر عن حاجه بتحصل لحظه الكلام دلوقتي، حاجه بتحصل دلوقتي. يعني لو باباك قال لك روح شوف اخوك بيعمل ايه في الاوضه، فانت رحت فتحت الباب وقلت له يا بابا ده قاعد بيذاكر، يبقى انت بتتكلم عن حاجه بتحصل لحظه الايه؟ الكلام. مامتك بتقول لك شوف باباك بيعمل ايه، فقلت لها يا ماما بابا بيقرا الجورنال. He's reading the newspaper. يبقى معنى كده ان بابا قاعد بيقرا الجورنال دلوقتي. وده مش موضوعنا، لان احنا الزمن بتاعنا اسمه الفيوتشر فورمز، او الدرس بتاعنا اسمه فيوتشر فورمز، اللي هي طرق التعبير عن المستقبل. المضارع المستمر ده حبايبي هنختصره في كلمه واحده، هنسميها arrangements. يعني ايه arrangements يا حبايبي؟ الناس اللي فاكره arrangements معناها ترتيبات. المضارع المستمر ده حبايبي بتاع الترتيبات. يعني ايه بتاع ترتيبات؟ يعني تخيل حضرتك انك لسه هتعمل الحاجه دي في المستقبل، بس انت مستعد لها ومرتب لها من قبلها. زي الشباب اكتر حاجه بيعملوها اليومين دول هو التأجير. يقول لك احنا عندنا تأجير الخميس اللي جاي او الجمعه الجايه، ما تيجي تلعب. التأجير ده يا حبايبي مش محتاج ترتيب؟ ايوه طبعا. الرجاله كلها ردت عليا قالت لي ايوه يا مستر لازم نرتب، ده الناس هنا بتخلع نروح نحجز ومحدش بيرضى يدفع فلوس. يبقى انت قبل ما تروح تلعب الماتش ده حضرتك بتلم الفلوس من اصحابك، وتاخد الفلوس دي تروح لمسؤول الملعب اللي انت تلعب عليه، وتروح تحجز الميعاد اللي انت هتتفق معاه مع اصحابك عليه. يبقى الحاجه اللي انت لسه هتعملها دي اوريدي انا ايه؟ مرتب لها، بس الترتيبات بتاعتني دي ترتيبات تامه، ترتيبات انتهت. لما اجي اقول لكم يا حبايبي انا هدهن القاعه اللي انا بشرح فيها دي مثلا، فهتدهنها قلت لك ده انا معايا جيركن الزيت اهو، والفرش بتاعه الزيت، وكمان مكلم النقاش اللي هيجي يدهنها. يبقى الحاجه دي يا حبايبي اوريدي انا عملت لها ترتيبات تامه. طب هو ايه اللي في حياتنا بيتم الترتيب ليه؟ السفر يا شباب. اشهر حاجه هي السفر والزيارات العائليه. احنا ممكن برضو قبل ما نروح لحد المفروض ان احنا بنتصل نتفق معاه نشوف ظروف الناس، فهنستخدم المضارع المستمر في حاله وجود ترتيبات مسبقه. يبقى المضارع المستمر هعبر عنه هستخدمه للتعبير عن المستقبل في حالة واحدة. ايه هي يا شباب؟ لو الحاجة اللي انا لسه هعملها في المستقبل دي انا بالفعل مرتب لها ومستعد لها من قبل كده. طب وفي كلمات يا حبايبي بتدل على المضارع المستمر في الحالة دي او في الاستخدام ده. هتلاقي اول كلمة اسمها من كلمة arrangements كلمة اسمها arranged. arranged يا حبايبي معناها رتب. وعندي كلمة اسمها booked. booked هنا بمعنى حجز، او كلمة تانية اسمها got، او كلمة تالتة اسمها bought. bought بمعنى اشترى. التلاتة دول يا حبايبي لما تلاقي جاي معاهم كلمة ticket. لو حضرتك مثلا رايح تتفرج على ماتش في الاستاد، الماتش ده مش محتاج ترتب له؟ طبعا محتاج ترتب له. حضرتك لازم تخش على الموقع وتملى بياناتك وتحجز التيكت وبعد كده تطبعها او تروح تجيبها. فانت اوريدي الماتش ده لسه اصلا في المستقبل، بس انت مرتب له ومستعد له من قبلها. ادي يا شباب لو قلت بوكد بمعنى حجز، جود بمعنى حصل على، بوت بمعنى اشترى لما تيجي مع كلمه تيكت. وعندنا كلمه ثانيه يا حبايبي اسمها كانت. وكانت دي دايما بيجي وراها حاجه اسمها جمله المانع، وهنشرحها بالتفصيل دلوقتي. وعندي كلمه معناها استعد، بريبيرد، جهز. وعندي كلمه اسمها باك، باجز. يعني ايه باك باجز يا حبايبي؟ يعني يعبي الايه؟ يعبي الشنط. وعندي كلمه اسمها everything is اوكي، يعني كل شيء على ما يرام، او كل شيء، او everything is arranged. دي يا شباب لما بنشوفها الكلمات اللي احنا كاتبينها فوق دي بروح اختار اما واذا واروا الفعل في اي ان جي. وزي ما اختصرنا المضارع البسيط سميناه تايم تيبل، هنختصر المضارع المستمر ونسميه arrangements، حاجه لسه اعملها في المستقبل بس بالفعل انا مرتب لها ومستعد لها من قبل. تعال نشوف كده. لو جيت قلت لك مودي، وقمت قايل لك يا سيدي مودي is traveling to لوكسور. مودي مسافر لوكسور. طبعا لازم يكون في كلمه داله على المستقبل يا شباب عشان هو يعبر عن المستقبل. to لوكسور. قمت قايل لك next Friday، هو مسافر الجمعه اللي جايه. وقمت في اخر الجمله قايل لك it's arranged.
أداة مفتاح الحل يا حبايبي، لازم تروح تدور على مفتاح الحل في الجملة. كلمة arrange يا شباب لما أشوفها في الجملة هروح أختار am is are والفعل فيه ing. لو جيت قلت لك we are visiting، إحنا هنزور. we are visiting my uncle in Alex tomorrow. احنا هنزور عمي في اسكندرية بكرة. وقمت مكمل الجملة مفتاح الحل وقلت لك we booked. booked بمعنى حجزنا. حجزنا ايه يا شباب؟ التذكرة. هنقول the tickets او the train tickets. يبقى السفر ده يا شباب مترتب له ولا لا؟ مترتب له. عرفت منين؟ من كلمة booked. تعالى يا حبايبي نشوف كلمة كانت اللي احنا كاتبينها فوق. دايما كل كلمة كانت دي بيجي وراها حاجة اسمها جملة المانع، حاجة هتمنعك من انك تعمل حاجة في المستقبل. دايما الكلمة دي احنا بنستخدمها في حياتنا بالعربي من غير ما نحس. لما اجي اقول لك معلش يا رجالة انا مش هعرف اشوفكم بكرة، معنى كده انك فهمت ان في حاجة هتمنعني ان انا اشوفك بكرة. يبقى جملة المانع دي هسميها زمن المضارع الايه؟ المستمر. لو جيت قلت لكم I can't see you tomorrow، ادي حاجه هتمنعني من عمايل حاجه فين؟ في المستقبل. كلمه كانت اهي. اللي الجمله الثانيه بقى دي يا شباب بنسميها جمله المانع. فهم قايل لك ايه؟ I am seeing the dentist. seeing هنا يا حبايبي مش معنى الرؤيه، seeing هنا بمعنى meeting. انا عندي هنا ميعاد عند دكتور الايه؟ عند دكتور الاسنان. يبقى يا حبايبي طالما عندي كلمه كانت دي بنسميها جمله المانع. يبقى ده اول استخدام للمضارع المستمر، علشان يبقى من ازمنه المستقبل لازم يجي معاه كلمه داله على المستقبل. طيب تاني استخدام ليها يا شباب برضو ترتيبات، بس هنقولها بطريقه تانيه. هنقول جميع المناسبات الاجتماعيه. جميع المناسبات الاجتماعيه. ايه المناسبات الاجتماعيه دي يا شباب؟ المناسبات الاجتماعيه دي شغال معانا الحفلات. ناس بتحب الحفلات، كل خميس بيعملوا حفلات في بيتهم. عندك اعياد الميلاد، واحد عامل عيد ميلاده. خطوبه، زفاف، مقابله شخصيه، اجتماع، مؤتمر. كل الحاجات دي هنسميها مناسبات اجتماعيه. جميع المناسبات الاجتماعيه محتاجه ترتيبات مسبقه. حضرتك عشان تعمل حفله في بيتك فانت محتاج اما هتعمل اي ديكور كده في البيت، او حضرتك هتتصل باصحابك علشان تعزمهم. ما انت مش عامل الحفله لنفسك، وهتضطر تجيب مثلا بيبسي، هتضطر تجيب مثلا جاتوهات، هتجيب اي حاجه للناس اللي جايه. برضو الخطوبه والزفاف الحاجات دي محتاجه برضو ترتيبات مسبقه. الزفاف بتروح تحجز الفوتو سيشن، بتحجز الكوافير والحاجات دي. يبقى بنقول جميع المناسبات الاجتماعيه محتاجه ترتيبات مسبقه. لو جيت قلت لك we are having، هذا زمن المضارع المستمر. we are having a party، ادي حفله اهي. اول ما شفت كلمه حفله عرفت ان انا كده استخدم زمن المضارع المستمر. we are having a party tomorrow. قمت قايل لك would you like to come، تحب حضرتك تيجي. وثالث استخدام يا شباب في الجمله هنقول when time and the place are fixed. when time and the place are fixed، عندما يتم تحديد الوقت والمكان. فين يا شباب؟ في الجمله. لو حدد لك وقت ومكان، ليه؟ طالما حدد وقت ومكان معناها ان الحاجه دي مترتب لها. لو حدد وقت ومكان، تخيل كده واحد بيقول له يا مستر ما تيجي تتغدى معانا بكره في النادي الساعه 4. انا فهمت ايه؟ فهمت ان هو متفق مع الناس اللي هو يتغدى هناك الساعه 4.
ليه؟ لانه حدد وقت وحدد مكان. واحد بيقول له يا مستر معلش خرجنا من الحصه 10 دقائق بدري عشان بابا يجي ياخدني من قدام باب السنتر. يبقى هو حدد حاجتين اتنين، المكان اللي هو قدام باب السنتر، وقلنا الوقت اللي هو 10 دقائق بدري. معنى كده ان هي متفق مع مين؟ مع باباه، ولا هي متفقه مع باباها. عشان كده بنقول when time and place are fixed، معنى كده ان في ترتيبات مسبقه. يبقى جينا يا حبايبي النقطه رقم واحد تاني، المضارع البسيط قلنا عليه تايم تيبل، والمضارع المستمر سميناه بتاع الارينجمنتس، بتاع الترتيبات المسبقه. هسيبك تصور علشان نكمل ونخش على قاعده going to. ودلوقتي يا شباب جينا لثالث صيغه او ثالث زمن او ثالث طريقه من ازمنه المستقبل، اللي هي صيغه المستقبل القريب اللي هي going to. وخليك فاكر ان going to ما ينفعش تستخدمها من غير am is are. ليه بقى؟ بعض الاختيارات بيبقى جاي فيها كلمه going to بس، وانت كطالب ما بتاخدش بالك، بتروح تختارها مع ان هو حاططها لك بالطريقه دي وبالشكل ده علشان انت تعمل عليها اكس اصلا وتستبعدها. فتخيل بقى لما هو حاططها لك عشان تستبعدها وانت تروح تلبس فيه. فاوعى تنسى كده ان going to لازم يجي قبلها am او is او are. طبعا going to هنا معناها سوف. طب يا مستر ما هي going to ده احنا كنا حافظينها اللي هي معناها يذهب، هو ايه اللي غير اسمها وبقى معناها سوف هنا؟ هقول لك يا بطل. going to دي لو جاي وراها فعل يبقى معناها سوف، سوف يذهب، سوف يلعب، سوف ياكل، سوف يشرب، سوف يذاكر، زي ما يكون. اما going to لو جاي وراها مكان يبقى معناها يذهب للمكان ده. اظن كده بقت سهله. تعال نشوف استخدامات كلمه going to للتعبير عن المستقبل. احنا بنستخدم يا ابطال كلمه going to للتعبير عن المستقبل في حاله وجود نيه. نيه يعني ايه؟ intention. او قرار يعني ايه؟ decision. او خطه يعني ايه؟ يعني plan. يبقى بستخدم going to في حاله وجود خطه او قرار مسبق او نيه مسبقه بعمل شيء. طيب الكلام ده عشان انت تفهمه. طب علشان تعرف تحل حضرتك لازم تحفظ لي الثلاث افعال دول. اول فعل يا حبايبي عندي هنسميه decide. decide to معناها يقرر ان. طب كلمة decide to لها معنى تاني ممكن نقولها made up his mind. made up his mind برضو معناها قرر. طيب ادي اول فعل يا حبايبي وده التاني، قلنا الاثنين دول نفس المعنى. ثالث فعل لما اشوف الجملة اروح اختار كلمة going to. فعل تاني اسمه intend to بمعنى ينوي ان. رابع فعل حضرتك لما تشوفه اسمه plan، برضه plan to. فخد بالك بقى ان فيها to فانت رايح لكلمه to. decide to intend to plan to يبقى انت اللي رايح للي فيها برضه ايه؟ to. ما تنساهاش ربطتها لك اهو. الثلاثه دول فيهم to يبقى انت برضه رايح اللي فيها to. طب هي كلمه decide يا حبايبي الاسم منها كان ايه؟ ايوه سامعك يا بطل بتقول لي يا مستر decision. طب الاسم من intend لسه قايلينها في اول الفيديو اسمها intention بمعنى نيه. والاسم من كلمه بلان هتفضل بلان زي ما هي معناها خطه او يخطط. يبقى انا لو شفت الثلاث افعال دول او الثلاث كلمات دول او الثلاث اسماء دول وانا مغمض هروح اختار am is are plus going to plus الانفينيتيف. يبقى انا لو لقيت decide to intend to plan to او decision او intention او plan هروح اختار كلمه اما او is or زائد going to. اوعى تنسى بس ان لازم يجي قبلها am او is او are. طبعا going to قلنا هنا معناها يا شباب سوف. تعال نشوف كده. لو جيت قلت لك حمزه is عشان هو مفرد، قلنا المفرد بيحب الاس. حمزه is going to، حمزه سوف paint his room، حمزه هيدهن اوضته. قمت قايل لك في اخر الجمله مفتاح الحل اهو، قلت لك it's his intention. دي يا مستر نيته. يبقى مفتاح الحل عندي يا حبايبي في كلمه، ايوه يا بطل زي ما انت بتقول يا مستر في كلمه intention. يبقى هي كل جمله هيحطها لك لازم يكون لها مفتاح للحل بتاعها. عشان عندي كلمه intention عشان كده رحت لكلمه going to. لو جيت قلت لك احمد is going to spend a week
in charm. مفتاح الحل فين يا مستر؟ احطه لك بالازرق اهو. هقول لك it's his plan. ادي كلمة بلان يا شباب. بلان معناها خطة، الراجل مخطط انه هيعمل الحاجة دي ان شاء الله. يبقى انت عندك كلمة decide to intend to plan to، وانت مغمض هتروح تختار اما واذا وار زائد كلمة going to. ادي اول استخدام ليها يا شباب، عبارة عن الافعال دي حضرتك لازم تقعد تحفظها علشان هي دي مفتاح الحل. طيب نيجي لتاني استخدام لكلمة going to اللي احنا هنسميه to predict something with evidence. يعني ايه يا حبايبي؟ اللي هو التنبؤ وعليه دليل اهو. prediction with evidence معناها يا حبايبي التنبؤ وعليه دليل. يبقى ده الاستخدام رقم 2 يا شباب اهو. تنبؤ بحدوث شيء في المستقبل وعليه دليل. الدليل ده حضرتك شايفه في الجملة، يا اما سامعه بودانك يا اما شايفه بعينك. فتعال نشوف كده الجملة بتاعتنا بتقول ايه. المثال الاشهر طبعا على الاطلاق يا حبايبي، لو جيت قلت لك the sky is cloudy. حضرتك واحنا قاعدين كده في الجو الجميل ده فجأة كده السماء غيمت، فكلنا في نفس واحد هنقول it is going to rain. الدنيا يا مستر ايه؟ هتمطر. يبقى انت تنبأت بشيء والشيء ده عليه دليل، والدليل ده موجود في الجملة. لو جيت قلت لك my wife is pregnant. pregnant يا حبايبي معناها حامل. هنقول she is going to have a baby. هتولد. لو جيت قلت لك my brother اخويا is studying medicine. اخويا بيدرس في كلية الطب، يبقى he is going to be a doctor. لو جيت قلت لك مثلا دينا is driving carelessly، سايقه العربيه باهمال او very fast، سايقه العربيه بسرعه جدا، فتقول لي يا مستر she is going to have an accident. يبقى تاني استخدام ل going to سميناه التنبؤ بحدوث شيء في المستقبل وعليه دليل. طيب ثالث حاجه يا حبايبي او ثالث استخدام ل going to تحذير من شيء اوشك على الحدوث. ثالث استخدام التحذير اللي هي الورنينج. التحذير من شيء أوشك على الحدوث. يبقى دي النقطة رقم 3، التحذير من شيء أوشك على الحدوث. دايما هتلاقي معاها أو في غالبية الوقت هتلاقي معاها كلمة زي كلمة look out. look out يعني إيه يا حبايبي؟ للناس اللي فاكرة look out بمعنى احترس. وعندي برضو كلمة تانية اسمها watch out بمعنى احترس. عندك كلمة زي كلمة be careful برضو بمعنى احترس. يبقى going to تستخدم للتحذير من شيء أوشك على الحدوث، وفي الحالة دي يا حبايبي going to ممكن تساوي كلمة اسمها about to. about to هنقول am أو is أو are، وممكن نشيل going to ونحط مكانها about to ونحط وراها الفعل فين؟ في المصدر. تحذير من شيء أوشك على الحدوث. التحذير ده يا بطل يا إما حاجة عينك شايفاها يا إما ودانك سمعاها. يا حاجة عينك شايفاها يا إما ودانك سمعاها. سيب اللي في إيدك وخليك معايا، الله يرضى عليك. الله يرضى عليك، سيب اللي في إيدك وخليك معايا. يبقى هنا التحذير من شيء أوشك على الحدوث، حاجة عينك شايفاها. تخيل كده أنا حاطط مثلا الموبايل بتاعي على طرف المكتب ولا طرف حاجة، فقلت له مستر خد بالك الموبايل هيقع. يبقى هل الموبايل وقع؟ هل هو بيقع؟ لا، انت بتحذرني من حاجه عينك شايفاها. بالظبط كده لما تخش على اخوك الصغير المطبخ تلاقيه ماسك السكينه وعمال بيقشر برتقان، هو اصلا مش عارف يمسك السكينه، فانت تقول له خد بالك لا تجرح نفسك. وانت ماشي في الشارع ماما ماشيه جنبك ولا باباك ماشي جنبك يقول لك خد بالك يا حبيبي العربيه دي لا تخبطك. يبقى بابا هنا بيحذرك من حاجه عينه ايه؟ شايفاها. لو جيت قلت لك واتش اوت، واتش اوت يا حبايبي بمعنى احترس او خد بالك. You are going to cut yourself. خد بالك لا هتجرح نفسك. يبقى اخوك اللي كان ماسك السكينه انت هنا بتحذره، قلت له خد بالك لا تجرح نفسك. لو جيت قلت لك مثلا watch out او be careful او look out،
قمت قايل لك a car is going to hit you. خد بالك لا في عربية هتخبطك. يبقى احنا يا شباب كده تاني قلنا المضارع البسيط ده بتاع التايم تيبل، مضارع مستمر بتاع الترتيبات المسبقة، المضارع المستمر يا شباب بتاع الترتيبات المسبقة، ودلوقتي going to لخصناها في الأفعال دي decide to، made up his mind، intend to، plan to أو الأسماء بتاعتها. قلت أول ما أشوف دول هروح أختار am is are going to. قلنا تاني استخدام ليها التنبؤ بحدوث شيء بس عليه دليل، تنبؤ بحدوث شيء في المستقبل وعليه دليل. وقلنا ثالث استخدام التحذير من شيء اوشك على الحدوث، التحذير من شيء عيني شايفاه وداني ممكن تبقى سامعاه. هسيبك يا بطل تاخد سكرين للبورد بتاعتنا علشان نشوف استخدام كلمة will وهو الزمن رقم 4. ودلوقتي يا شباب وصلنا للمحطة رقم 4 معانا للتعبير عن المستقبل، وهو استخدام كلمة will أو استخدام كلمة shall. وقلنا يا حبايبي will لو الجملة بتاعتنا بدأت بالفاعل هيجي وراها مصدر، أم لو الجملة بتاعتنا بدأت بالمفعول هيجي وراها will وبعدين be بلس الباست participle be والتصريف التالي. وقلنا في أول الفيديو إن كلمة shall مش منتشرة كتير أو مش موجودة كتير لأنها بتيجي مع ضميرين اتنين بس I و we. تعال نشوف استخدامات كلمة will وإمتى بتعبر عن المستقبل. أول استخدام لكلمة will للتعبير عن المستقبل حاجة اسمها الفيوتشر فاكت. فيوتشر فاكت يعني حقائق مستقبلية، يعني الحقيقة دي هتتم وهتحصل فين؟ في المستقبل. في الغالبية العظمى حبايبي بنستخدم will للتعبير عن العمر أو السن مع الفيوتشر فاكت. يبقى أول استخدام لكلمة will احنا قلنا يا مستر أيوه سامعك بتقول معايا يا بطل فيوتشر فاكت. وقلنا فيوتشر فاكت قلنا معناها حقيقة مستقبلية، يعني حاجة لسه هتبقى حقيقة فين يا شباب؟ في المستقبل. اللي احنا بينا وبين بعض كده هنكتبها للتعبير عن العمر أو السن. أهو العمر أو السن. يبقى هنستخدم will للتعبير عن العمر أو السن. تعال نشوف الإكزامبل بتاعنا. قمت قايل لك داد بابا will be أو will become الاتنين صح. هيبقى عنده أو سوف يكون will be 40 next month. بابا هيبقى عنده 40 سنة الشهر اللي جاي. يبقى احنا هنا استخدمنا كلمة will يا شباب لأن أول استخدام ليها حاجة اسمها future fact اللي احنا هنسميها للتعبير عن العمر أو التعبير عن السن. أدا أول استخدام لكلمة will. طيب تاني استخدام لكلمة will يا شباب هنسميها quick decision. يعني ايه كويك ديسيجن يا حبايبي؟ يعني قرار سريع. قرار سريع باخده لحظة الكلام. قرار سريع باخده لحظة الكلام. هذا قرار سريع. يعني ايه قرار سريع لحظة الكلام ويعني ايه قرار مسبق؟ تعال افهمك الفرق ما بين الاثنين. حضرتك لو انت خارج من البيت، خارج من بيتك ماشي في الشارع عادي مش في نيتك اي حاجة، وفجأة كده عجبتك جزمة في قلب فاترينة محل. فقمت قايل لنفسك I will buy these shoes. أنا هخش أشتري الجزمة دي. هل أنت خارج من بيتك بنية شراء جزمة؟ هتقول لي لأ، يبقى ده اسمه قرار سريع. أما حضرتك لو خارج من البيت والحاج بيقول لك أنت رايح فين يا حبيبي دلوقتي؟ قلت له والله يا حاج ده أنا نفسي كنت شايف جزمة امبارح ورايح أشتريها. يبقى معنى كده إن كان في نية، أيوه نية مسبقة، تبقى دي going to. ده قرار سريع لحظة الكلام. لو جيت قلت لك the phone is ringing. التليفون بيرن. هل التليفون لما يرن يا شباب محتاج ساعتين اخد فيها قرار ان انا هقوم ارد عليه؟ لا طبعا، بناخد قرارات سريعه لحظه الكلام. فقلت لي يا مستر I will بعد اذنك يا مستر I will answer. I will answer it. انا هقوم ارد على التليفون. واحد راح لواحد صاحبه فالتاني بيقول له what would you like؟ او الجرسون مثلا بيقول لك ايه؟ would you like. جرسون بيقول لك would you like chicken؟ تحب تاكل لحم فراخ or meat ولا لحمه؟ فانت هتاخد قرار سريع هتقول له I will او I'll have meat. انا هاكل لحمه. يبقى will يا حبايبي استخدم للقرارات السريعه. لو جيت قلت لك دلوقتي انا عطشان I'm thirsty I will drink I'm hungry
I will make a sandwich. يبقى كل ده يا حبايبي قرارات سريعة لحظة الكلام، مش محتاجة نوايا ولا خطط إن أنا أعملها. هنيجي للنقطة رقم 3 يا شباب للتعبير لاستخدام كلمة will. احنا قلنا ده quick decision، هنقول prediction. prediction لسه واخدينها مع going to prediction، بس المرة دي هنقول عليها without evidence. يعني ايه يا حبايبي without evidence؟ التنبؤ بحدوث شيء في المستقبل بس المرة دي بدون دليل. تنبؤ بحدوث شيء في المستقبل بدون دليل، اللي احنا هنسميها هنكتبها جنبها كده مجرد رأي أو اعتقاد أو ظن. من مين يا حبايبي؟ مش الشخص اللي بيتكلم. يبقى مفتاح الحل عندي في الثلاث كلمات دول هي مجرد اعتقاد أو رأي أو ظن مش الشخص اللي بيتكلم. عشان كده بنقول عليها تنبؤ بدون دليل، اللي احنا ممكن نسميها برضه، اوعى تنسى الكلمة دي عمرك ما تنساها، هبد. واحد بيهبد. طب علشان اهبد في كلمات بستخدمها للهبد. حضرتك هتلاقي كلمة زي كلمة I'm sure. I'm sure يا حبايبي معناها أنا متأكد. وعندي كلمة زي I expect. expect بمعنى أتوقع. وعندي كلمة زي I predict. I predict معناها أتنبأ. عندي كلمة زي I hope آمل أو أتمنى. I promise أوعدك. وعندي زي probably perhaps وهكذا. حضرتك لو لقيت الكلمات دي في الجملة وانت مغمض هتروح تختار. طبعا ممكن نحط I think، بس خد بالك ان I think لو جاي معاها دليل هروح لكلمة going to. I think لو جاي معاها دليل هروح لكلمة going to. يبقى ده يا شباب الكلمات اللي انا بستخدمها للتعبير عن الرأي او الاعتقاد او الظن، اللي احنا سميناها، ايوه انا عارف انك بتحب الكلام ده، الهبد. سميناها الهبد. لو جيت قلت لك I think الاهلي، واحد اهلاوي متعصب فبقول لك I think الاهلي بيعبر عن رأيه will win the match. اعتقد ان الاهلي هيفوز بالمباراه. الشخص اللي بيتكلم ده يا حبايبي عنده دليل؟ لا طبعا، الشخص ده بيعبر عن رايه. لو جيت قلت لك I am sure حمزه، انا متاكد ان حمزه will come first in the race. حمزه هيطلع الاول في السباق. ايه اللي خلانا اروح لكلمه ويل يا شباب في الجمله دي والجمله دي؟ انا عندي كلمه ايه؟ هنا I think وهنا I'm sure. يبقى ده ثالث استخدام لكلمه ويل. قلنا يا حبايبي مجرد راي او اعتقاد او ظن، اللي احنا سميناه واحد ايه؟ ايوه يا بطل، واحد بيهبد. والهبد ده له اصوله، بستخدم الكلمات دي غالبا للتعبير عن الراي او الاعتقاد او الظن. رابع استخدام يا حبايبي هنقول الاوفر، offers requests، اللي هي اسمها عرض وطلب الخدمات. عرض وطلب الخدمات. واحد بيعرض عليا خدمة أو أنا بطلب من واحد خدمة. يا واحد بيعرض عليا خدمة يا واحد أنا بطلب منه خدمة. تعال نشوف الجملة بتاعتنا بتقول إيه. واحد شايفني شايل شنط وطالع على السلم مثلا، فبيقول له يا مستر عنك أنا هشيل عنك الشنط دي. فيقول له يا مستر I will help you carry these bags. انا هساعدك في شيل الشنط دي. واحد تاني يا شباب قال لي مستر انت شكلك مقرف النهارده، انا هقوم اعمل لك احلى كوبايه شاي تشربها. فقال لي يا مستر I will make you a cup of tea. انا هعمل لك فنجان شاي. يبقى الشخص ده يا حبايبي بيعرض عليا المساعده. ممكن يا حبايبي استخدم كلمه شال اللي احنا قلناها هنا في عرض المساعده برضه. واحد يقول لي مستر shall I make you a cup of tea. اعمل لحضرتك يا مستر فنجان شاي. واحد تاني بيقول لي يا مستر shall I bring you some
water اجيب لحضرتك ميه تشرب يا مستر. يبقى كل ده يا حبايبي استخدم في عرض الخدمات. ممكن اطلب خدمه، ايوه طبعا، بكلمه will. هبدا السؤال ب will. لو جيت قلت لك will you help me with the homework، ممكن حضرتك تساعدني في الهوم ورك بتاعي. يبقى قلنا استخدام will الرابع اللي هو عرض وطلب الايه؟ الخدمات. نيجي يا حبايبي الخامس استخدام عندنا اللي احنا نسميه الوعد والتهديد. وعد يعني ايه يا شباب؟ وعد او يوعد معناها promise، وتهديد معناها threat. تهديد معناها threat، والفعل منها اسمه threaten بمعنى يهدد. يبقى دي هنسميها الوعد والوعيد او الوعد والتهديد، اللي هو في الغالب هتلاقيها جايه مع الحاله الاولى من if. تعال بص الجمله دي كده، بقول لك if you arrive late again. مدير بيكلم موظف عنده بيقول له لو وصلت حضرتك متأخر تاني I'll fire you. fire هنا مش معناها هولع فيك، احنا عارفين احنا بنحب الولع. fire هنا يا حبايبي معناها هطردك، هفصلك من العمل. يبقى الشخص ده ايه؟ بيهدده. طب باباك بقى بيحفزك وبيقول لك يا بطل لو نجحت في الامتحان if you pass the exam، لو نجحت في الامتحان I will أو I'll reward you، هكافئك يا بطل. يبقى اللي فوق دي تهديد واللي تحت دي يا شباب واللي تحت دي وعد. سادس استخدام لكلمة will يا حبايبي حاجة اسمها warning، التحذير. ودي آخر نقطة معانا، التحذير. ودايما التحذير يا حبايبي بويل هتلاقي معاه يا إما كلمة or يا إما كلمة otherwise. طب هو ايه يا مستر الفرق ما بين التحذير بجوينج تو والتحذير بويل؟ اقول لك يا بطل، التحذير بجوينج تو كنت بحذرك من حاجه عيني شايفاها او وداني سامعاها. انا سامع سواق عربيه جاي من ورا عمل تيت 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 تيت، يبقى انا بحذرك من حاجه قربت انها تحصل، حاجه اوشكت على الحدوث. اما التحذير بويل او جوينج تو يا شباب اقرب للنصيحه بالظبط. لما تكون مثلا نازل من البيت الصبح رايح المدرسه او نازل درسك، فمامتك تقول لك حبيبي وانت بتعدي الطريق خد بالك العربيه تخبطك. هل ماما شايفه عربيه هنا؟ لا. هل انت لسه في الشارع؟ لا. هل انت بتعدي طريق؟ لا. يبقى هنا يا حبايبي هتلاقي دايما التحذير بكلمه اور او كلمه اسمها otherwise. لو جيت قلت لك take your umbrella، خد الشمسيه بتاعتك معاك or you will get wet. يبقى دي يا حبايبي استخدامات كلمه اور، استخدامات كلمة will للتحذير. فقلنا هتلاقي في الغالبية العظمى معاها كلمة or أو كلمة otherwise. في نقطة هنا ما تنساهاش، إن الصفات الشخصية ليست دليل. الصفة الشخصية مش دليل، فاوعى تلبس وتروح تختار كلمة going to. احنا هنختار كلمة will. لو جيت قلت لك ميسي is a talented player، ميسي ده لاعب موهوب، ما تقوليش he is going to score a goal next match. لا طبعا هتقول لي he will، لأن الصفة الشخصية ما هياش دليل. واحد تاني بيقول لي my brother is very clever، اخويا ده جامد جدا شاطر جدا، he is going to be a doctor، اقول لك اكس، اقول لك he will be a doctor، لان الصفات الشخصيه ما هياش دليل. وبكده يكون خلصنا اول 4 استخدامات او اول 4 ازمنه من ازمنه المستقبل. هنقول المضارع البسيط جدول مواعيد، المضارع المستمر ترتيبات مسبقه، going to بتاع تصيد وانتند وبلان وتنبؤ وعليه دليل، will قلنا ادي ال6 استخدامات بتاعتنا. هسيبك تاخد سكرين يا بطل للبورد بتاعتنا علشان خاطر نكمل المستقبل المستمر والمستقبل التام.